Discipline creates freedom. الانضباط يصنع الحرية. عارف ايه هو السبب اللي مضيع أحلام ناس كتير؟ إنهم مستنين الحماس، مستنين يصحوا الصبح متحمسين، ومستنين يجي اليوم اللي يبقوا فيه جاهزين، ومستنيين المود المناسب. بس في الحقيقة إن الحماس كداب. الحماس بيجي يوم ويختفي أسبوع. ممكن تصحى النهاردة متحمس إنك انت تتعلم إنجليزي، وبكرة مش طايق تفتح كتاب. وممكن تصحى النهاردة عايز تغير حياتك، وبكرة راجع لنفس العادات. وممكن تصحى النهاردة عايز تتمرن، وبكرة مش طايق التمرين. ولو حياتك ماشية بالحماس هتفضل تبدأ وتقف، تبدأ وتقف، تبدأ وتقف، وعمرك ما هتوصل. عشان كده الناس الناجحة مش أحسن منك ومش أذكى منك وما عندهمش حماس أكتر منك. الفرق إن عندهم انضباط، حتى وهم تعبانين بينفذوا، حتى وهم مش في المود بينفذوا، حتى وهم مش طايقين اللي بيعملوه برضه بينفذوا. عشان كده بقوا فاهمين إن النجاح مش بيجي من المشاعر، لكن النجاح بيجي من الانضباط. أنا في الأول كنت ماشي بالحماس، كنت بستنى لما أكون رايق ومزاجي رايق عشان خاطر أعمل الحاجة اللي ورايا. بس بعد كده بدأت أنظم نفسي، بدأت أعمل لنفسي جدول وأنضبط عليه، اللي هو مثلا في الوقت الفلاني لازم الحاجة دي تتعمل. يعني مثلا الصبح أتمرن، الظهر أسجل فيديو، العصر أتعلم شوية إنجليزي، حتى لو كانت الحاجة صغيرة خالص بس استمر عليها وانضبط عليها. بس عشان كده أنا بقيت فاهم إن اليوم اللي مش عايز أتمرن فيه بيبقى هو اليوم اللي محتاج إني أتمرن فيه أكتر، واليوم اللي مش عايز أتعلم فيه هو اليوم اللي ببقى محتاج إني أتعلم فيه أكتر. وكمان لو انت مستني الحماس هو اللي يغير حياتك هتفضل مستني. فابني لنفسك نظام منضبط عليه، وسيب الحماس يجي ويروح زي ما هو عايز. بس كده خلص الفيديو بتاعنا، وما تنسوش تكتبوا الآراء بتاعتكم في الكومنتات. سلام.